السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مزارع البيع في مصر. معكم ربيع المالكي. احنا معانا عرض بسم الله ما شاء الله فوق الممتاز، فيها شوية منشآت، منتج حيواني، فيها عنابر فراخ، عنابر تسمين العجول والأغنام. مزرعة 10 فدادين ملك نهائي، محافظة البحيرة، كيلو من الأسفلت، موقع محترم جدا. مزروعة برسيم حجازي، وباقي الأرض محاصيل. أرض فيها سور من الاتجاهين، واتجاه سور جوزرين زي ده، وهنا سور بالبوص. المزرعة فيها شوية إهمال شوية من بالنسبة للشجر، لكن ده برسيم حجازي لسه حشينه بالمكنة. فيها شوية منتجات، يعني فيها الصراحة على دورين، فيها سكن لعمالة، فيها شوية منشآت محترمين جدا. مزرعة نظيفة جدا بالنسبة للمباني والمنشآت اللي فيها. ده حضراتكم العنبر من بره. عنبر بشيل 7000 كتكوت. فيها بير خاص بالعشر فدادين، فيها كهرباء خاصة بالعشر فدادين، 3 عدادات كهرباء، استراحة أو الفلة على دورين. فيها عداد، طبعا عداد للبير وعداد للعنابر. ده الجزء اللي يفصل بين الزراعة وبين المزرعة بتاعتنا من تحت. يعني 7 فدادين مزروعين، و7 فدادين فيهم المنشآت اللي قلنا عليهم حضراتكم. فيها في النص كده في حوالي فدان برسيم. ده حضراتكم بير المية والمحطة هنا تسميد. مشيت كلها نخل بلح من أول المزرعة للآخر لغاية الفلة بتاعتنا. حضراتكم دي الكهرباء، ده أوضة الكهرباء للعنبر. بسم الله. دي أوضة هنا دخلت العنبر. ده بخصوص العنبر، سكن لعمالة هنا والمخازن. عنبر جاهز من الحديث. بسم الله. فاصلين الكهرباء عليه هنا، طبعا العنبر مش شغال. ده حضراتكم بشيل 7000 من الأجهزة بتاعته. المية والأكل. فيها شوية إمكانيات 10/10. ده باب العنبر بتاعنا اللي من بره. ده فدان البرسيم اللي في النص، واللي هناك ده للعجول، تسمين العجول والأغنام. هنا حاجات للطيور، البقر الحلابي، الحمام والطيور. وهنا البقر الحلابي ده المخزن بتاعهم. ده مبنى تاني، مخزن للتب وعنبر للبهائم أو تسمين العجول.
فيها 3 عدد كهرباء، مية خاصة بالأرض. برسيم الحجاز ده بيقعد 7 سنين في الأرض، ومقدر حشيله هو استوى. ده نظام زرايب للأغنام والماعز. موقع محترم، مزرعة نظيفة زي ما قلنا لحضراتكم، فيها شوية منشآت نظيفة. حبيت أعمل مشروع الفراخ، تسمين المواشي. بقية الأرض 7 فدين تشجرها. ده برضو سكن للعمالة ونظام مخازن. ده السور فاصل بينه وبين الأرض الجار، أولها سور هنا، آخرها سور هنا، وأولها سور زي ده بالظبط على البوابة بره. هنا مكان الحمام. بسم الله. لحظكم الصراحة دي أو الفيلا دي على دورين، شطبة تشطيب لوكس. دي دخلت الفيلا، موقع محترم. نظام لعب الأطفال ومراجيح. ده الشواية. ده السور تبعنا هنا، بس مش ماشي كتير يعني. أرض ملك حضراتكم، ملك نهائي، محافظة البحيرة. مطلوب 6 مليون في 10 فدادين. ده جنينة للفيلا. الصحراء قريب منا هنا، طريق القطر السريع قريب منا. والاسفلت 2 كيلو او كيلو بالظبط. حضراتكم مطلوب 6 مليون في 10 فدادين. ان شاء الله في تفاوض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.